وسهلا بكم. كلنا شفنا النهارده مباراة الزمالك والاسماعيلي وفيها احداث كتيرة جدا. الزمالك طبعا كسب 2-0، بس ابرز حدث في المباراة وهو حالة ضربة الجزاء اللي هي صحيحة للاسماعيلي. يعني نقدر نقول مبروك للزمالك على مجاملات التحكيم من جديد، عودة المجاملات التحكيم من جديد. اكيد طبعا خالد جمال الغندور المسؤول عن الفار لازم يجامل الزمالك، لان التحكيم في مصر ما تعرفش ليه متحيز للزمالك بدرجة كبيرة جدا وواضحة، والمشكلة ان محدش بيتكلم ولا حد بيعترض. هنتكلم على نقطة تانية وهي حالة الطرد بتاعة الزمالك. لو بصينا لحالة الطرد بتاعة الزمالك مش هنقدر نقيمها، لان احنا ما نعرفش ايه اللي خلى ناصر ماهر يتصرف تصرف زي كده. لكن ناصر ماهر لعيب حريف ومحترم، اللي انا اعرفه عنه كده. نيجي لحاجة تانية وهي مهمة، مستوى اداء الزمالك ومستوى اداء الاسماعيلي في المباراة. الزمالك النهارده كسب اكتر من لاعب رجعوا لمستواه، زي مصطفى شلبي كان كويس جدا في الماتش. محمد شحاتة لاعب بيثبت ان هو فعلا يستاهل يروح المنتخب وكويس.